صباح الخير عليكم خياتي، صباحكم بربحكم، صباح الرزق والمال والدرية الصالحة كامل في مراحكم ومجميع مريض بالشفاء ان شاء الله يا رب. اليوم باذن الله جبت لكم معايا مقروط العسل، مقروط المقلة، سلطان المائدة كما يقولوا، كامل لازم يكون حاضر على الطاولة. هاد الوصفة لازم كامل علينا جزائريات كامل نتعلموها. يجي بنين ومرمل ومعسل للقلب، ونعطيكم الوصفة البنات حتى المبتدئات. تبعوني من الاول للاخر كيفاش يعني باش ننجحكم معاكم الوصفة تاع مقروط المقلة ولا مقروط العسل. هنايا نسحق 2 كيلات تاع دقيق خشين. شوفوا خياتي، انا درت بدقيق عمور. ما نتوما تقدروا ديروا يعني بدقيق تاع ماما، انا كنت درت تاني جربت ماما يجي تاني بزاف بزاف هايل. حتى عمور يعني خرجت لي الوصفه بزاف هايله تاع المقروط. فوالا هنا درت 2 كيلات تاع دقيق خشين. نزيد نضيف لها كيله تاع دقيق متوسط، ونخلطهم هكا بيدين. ندخل كامل الدقيق الخشين مع دقيق متوسط، ندخلهم كامل هكا كيما راكم تشوفوا هنا معايا. هاد الوصفه نعطيها لكم خياتي تجي ناجحه ناجحه مليار بالمية. ما من المبتدئات نمد لكم كامل يعني الطرق باش تجيكم يعني المقروط تاعكم ينجح معاكم. فوالا هنايا نزيد نضيف لها مغرفه ونص تاع مغرفه صغيره تاع قهوه عادي تاع الملح، ونضيف لها 2 مغارف ونص تاع السكر، وندخلهم كامل هكا بيدي كامل كيف كيف. نعاود معاكم انا جمغار عفوا درت 2 كيلات تاع جمغار. درت 2 كيلات تاع دقيق خشين بكيله وحده تاع دقيق متوسط. انا درت بعمر، نتوما تقدروا ديروا مام بماما لان يجي بزاف هايل. وهنايا شوفوا الخياتي، هنا كنت السمن بعد ما ذوبته نخليه البنات شغل راح يتجمد يبرد لي. باسكو ديروا نتوما السمن تاعكم يكون سخون مع المقروط ديالكم راهو يتحرق الدقيق تاعكم، والمعد كي تقليوه راهو يتفتت معكم كامل. يعني المقروط ديالكم هذا يعني من نصائح تاع المقروط باش ينجح معاكم. السمن تاعكم نعاودكم معكم خياتي، السمن دائما كي ديروه يعني دوبوه، ما تخليوه البنات باش يبرد كي شغل كي يحب يبدا يتجمد لكم هكذاك باش ديروه معاكم كيما شفتوا معايا. فوالا هنا درت كيله تاع السمن ناقص صباع، كملتها بالزيت. وهنا نبقى هكا البنات يعني نحك مليح مليح، ندخل مليح السمن تاعي في داخل الدقيق ديالي مليح، كيحاول 2 دقائق البنات باش نحبس. فوالا هنايا شوفوا خياتي كي ندير في الدقيق تاعي، شوفوا هنا كي تدوروا هكا الدقيق تاعكم تشوفوا ما تشقلكمش، عرفوا باللي خلاص راكو يعني بسستوه مليح بالسمن ديالكم. نعاود معكم البنات، بالكوا برك السمن هذه يعني من النصائح تاع المقروط تاعكم باش ينجح معكم. بالكوا برك السمن تاعكم يعني كي تسخنوا الليدام تاعكم ديروها وهو يكون سخون. دائما تسخنوا الليدام تاع السمن تخلوه يبرد، شغل راح يجمد باش ديروا المقروط تاعكم. باسكو ديروه هو سخون راه يعني الدقيق تاعكم يتحرق. هذه هي. دوك هنا نغطيه نخليه يعني نخليه، انا كنت بيتو يعني درتو في الليل كما راكم تشوفوا هنايا وبيتو. ولا كنتو مزروبين تقدروا ديروه 2 سوايع وتخدموا به عادي، بصح من الافضل البنات تخليوه يبات. هذه هي هنا البنات مع النهار مع الصباح. شوفوا المقروط يعني بعد ما نشرب لي كامل عفوا الدقيق تاعي بعد ما يعني يشرب لي كامل السمن هذاك، نحلو كامل هكذايا بيدي كما راكم تشوفوا هنايا. ونفس الكيله اللي عبرت بها تاع السمن نعبر بها الماء والماء زهر. هنا كنت درت بايه تاع البيض وندير ماء زهر ونكملها بالماء. شوفوا هنا خياتي الماء دفيوه شويه ماشي حاجه، ما قلت لكم ما تسخنوش البنات، انا نقول لكم دفوه غير شويه هذا ما كان. وكملوا الكيله ديالكم. وهنا ندير غير بشويه حتى نلم يعني العجينه تاع المقروط ديالي. والبنات هنا ما تعجنوش المقروط تاعكم، دائما لموه بطرف الاصابع. يعني الدور تاع البيض تاع البيض هنايا باش يعني المقروط تاعكم ما يتحلكمش في المقله ديالكم. تبعوا برك النصائح اللي نعطيها لكم باذن الله
كامل تنجحوا في المقروض تاعكم وما يتحلكمش في المقله. حتى المبتدئات تجربوه باذن الله يعني تنجحوا في المقروض. والسمن كي ديروه يعني كي تذوبوه جامي يكون سخون، خاطر ماش كي ديروه هو سخون يعني الدقيق تاعكم راه يتحرق، وكي ديروه في المقله يتحل كامل معاكم. تبعوا بك النصائح اللي عطيتها لكم باذن الله، باذن الله كامل تنجحوا في الوصفه حتى المبتدئات باذن الله. عطيت لكم وصفه البنات من قلبي يعني ناجحه مليار بالمية. يعني تبعوا بك يعني واش قلت لكم من الاول للاخر. فوالا هنا قلت لكم درت سكيله تاع السمن ناقصه صباع، زيد كملتها زيد. والسمن تاعكم البنات قلت لكم نعاود لكم لازم يكون يعني بعد ما تذوبوه يكون بارد شويه ما يكونش سخون. ومن بعد هنا واش درت، حكمت يعني حكيتها مليح مليح بيدي كيما شفتوا معايا. نعاود معكم البنات باش يعني تدخلكم في راسكم. بالنسبه للمبتدئات حكوها مليح مليح حوالي 2 دقائق هكذاك. والكيله اللي عبرت بها تاع السمن نكمل بها الماء والماء زهر. ودرت بياض تاع البيض، يعني الدور تاع البياض البيض هنا خياتي باش ما يتحش معكم في المقله ديالكم. وهنا بالنسبه للغرس تاني البنات، الغرس تاعكم ديروه يابس، راهي المقروض تاعكم كي تعضوا الحبات تجيكم الغرس تاعكم يابس. شوفوا القوام لازم تحصلوا عليه، لازم القوام يكون البنات طري بزاف الغرس ديالكم. شوفوا انا واش شريت الغرس تاع الطولقه. شوفوا غرس الطولقه البنات يجي هايل وما تغبنوش كامل فيه، ما فيهش كامل العلف. انا واش درت لهم غرفه كبيره تاع الماكارين عجنتها تخبيه بالماكارين، ومع زدت لها 6 مغارف كبار تاع المزهر تاني عجنتها تخبيه حوالي دقيق وانا نلبس فيه البنات ندخل المزهر لداخل. وزدت لها 3 مغارف كبار تاع الزيت. نعاود معكم غرفه كبيره تاع المارغرين و6 مغارف كبار تاع المازرة عجنتهم خبيه، وزدت لها مع الاخر 3 مغارف كبار تاع الزيت. وهنا واش حكمت الجلجلان حمصتو البنات كيما راكم تشوفوا هنايا. كنت درت الجلجلان وضفت لها لافاني. تقدروا نتوما ديروا القرنفل القرفه يعني كيما حبيتوا نتوما. انا وليداتي ما يحبوش يعني الذوق تاع القرنفل، ما يحبوش يعني الكو تاع القرفه. هذا ما كان. هذه هي بالنسبه للغرس. لازم ثاني الغرس يلعب دور كبير خياتي. لازم درتوا يعني الغرس تاعكم يكون يابس، ما المقروط تاعكم كي تعضوه يجي ماشي مليح. وهنا كنت شتو معايا كنت وزنت الغرس تاعي 100 غرام. وبالنسبه للعجينه درت لها 400 غرام. بالنسبه للمبتدئات عطيت لكم البنات يعني كامل التفاصيل من الاول للاخر بالنسبه للمبتدئات. خياتي في هذه المرحله هذه اللي ندير فيها ان الغرس ديالي لداخل. هنا نضغط عليها مليح. شوفوا نضغط عليها خبيه. انا ما زربتش الفيديو بالعاني باش تشوفوا معايا. ضغطت عليه مليح باش يعني ما يدخلش الهواء لداخل، خاطر يدخلكم الهواء داخل العجينه تاعكم راهو يعني ثاني المقروط يتحلكم في المقله. هذا السر من اسرار ثاني المقروط تاعكم باش ينجح معاكم. زيروا مليح مليح البنات. شوفوا هنا راني نزير هكا بيدي كيما راكم تشوفوا هنايا. نضغط عليها مليح مليح باش ما يدخلش الهواء لداخل. ومن بعد باش نرولي يعني البيضات تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا هنايا من بعد باش نروليها نضغط هكذايا. نضغط تخي بيان. ما تزربوش البنات، روحوا بعقلكم وديروا المقروط تاعكم ما تزربوش فيه. ومن بعد هنا باش نرولي يعني المقروط ديالي. تبعوا بك يعني من الاول للاخر خياتي. على بالي اللي تبعتوا واش نقول لكم نصائح نعطيها لكم على بالي تنجحوا كامل بالنسبه من المبتدئات. تبعوا خطوه بخطوه باذن الله باذن الله تنجحوا كامل في المقروط ديالكم. دوكا هكا كيما قلت لكم يعني الدقيق تاعي كي نجبدو غير بشويه، ما نجبدش على خطره باش ما يتغبنش معاكم. نسقم هكا كيما راكم تشوفوا هنايا. وهنا باش نبدا نروليه. هنا نمد لكم طريقه بالنسبه للمبتدئات باش الحربوش تاعكم ولا المقرض تاعكم يتحركمش كامل في المقله. شوفوا هنا حكمت بابي كويسون ونحط الحربوش تاعي هكا في الوسط ونضغط عليه هكا مليح مليح. هنا مستحيل مستحيل يعني المقرض تاعكم يتحركم في المقله ديالكم. هنا نضمن باللي يعني الغرس يعني لصق لي مليح مليح يعني مليح في العجينه ديالي. وهنا البنات انا كيما نعرفوا حنا من داك تشوفوا المقروط يعني يكون مسيباري، يعني الغرس يكون مسيباري على العجينه تاعكم. هنا تضمنوا بلي الغرس يكون لصق لكم في المقروط في العجينه تاعكم عفوا وما يتحلكمش كامل في المقله ديالكم. ونزيد لكم واحد الملاحظه يعني نفس لازم باش يعني تكون عندكم المقروط تاعكم يكون مليح. لازم نفس القوام اللي يكون في العجينه يكون في يعني في الغرس ديالكم. دوكا هكا بالكوبات كما راكم تشوفوا هنايا نسقم الحبه ديالي.
وهنا اللي خافت ولا الحبات تاعها وحده تجيها صغيره وحده تجيها كبيره، نحكم حبه مقروط وبها نقيس كامل الحبات توعي. كان اللي يخاف كان يجيهم وحده خلاف وحده تجي هكا وحده تجي هكا. تاني بالنسبه للمبتدئات حكموا الحبات تاعكم وبها قيسوا كامل المقراطات تاعكم ويجوكم كامل كيف كيف. هذه هي البنات، وقلت لكم ونعاود لكم تبعوا بك النصائح عطيتها لكم من الاول للاخر على بيت تنجحوا فيها. هذه الوصفه عطيتها لكم من قلبي البنات، من قلبي، يعني وصفه ناجحه مليار بالمية. كيما قلت لكم السمن تاعكم الا ذوبتوه البنات جامي ديروه وهو سخون، لا درتوه هو سخون راه الدقيق تاعكم راهو يتحرق، ومع كي يتحرق ديروه في المقله يتحل كامل معاكم. وكي ديروا الغرس لداخل العجينه تاعكم زيروها مليح كيما شفتوا معايا، ضغطوا عليها مليح مليح باش الهواء ما يدخلكمش لداخل. وهنايا بعد ما قطعت كامل المقروطات تاوعي هكا كيما راكم تشوفوا، قلت لكم اللي ما تقدرش يعني تعرفش دير حبه كبيره حبه صغيره تحكم حبه وتقيس بها. وانا كنت حكمت يعني المقله، كنت يعني شعلتها النار على نار قويه ومن بعد عاود نقصت لها وخليت الحبات تاع المقروط تاوعي يطيبوا لي. بعد ما طيبت كامل المقروطات تاوعي هنايا البنات هما سخونين، درتهم على العسل. هذا العسل البنات ما درت لها حتى حاجه، دفيتها غير شويه وحطيت الحبات تاع المقروط دياولي. فوالا هنا البنات كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما كملت كامل المقروط تاعي كيما نعرفوا حنايا نعسلوه المره الاولى ومن بعد نعاودوا نعسلوه المره الثانيه كي نحطوه على الطابله. شوفوا جاني البنات الشكل تاعو جاني يعني ما تبدلش كامل، قعد هو وما تفتتلش كامل في المقله. هاد الوصفه قلت لكم عطيتها لكم من قلبي ناجحه مليار بالمية. ان شاء الله كامل تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم اللي هي المقروط المعسل ولا المقروط المقله. ونقول لكم خياتي بالنسبه نصيحه اخرى نعطيها لكم، يعني كي ديروا على النار تاعكم كي تقويوها عاودوا نقصوا يعني باش ما تحرقكمش من فوق برك ومع الداخل يجيكم معجن. هذه هي البنات بالنسبه للوصفه تاع نهار اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم وان شاء الله كامل جربوها. قلت لكم كامل النصائح من الاول للاخر، تبعوا بك من الاول للاخر على بالي باللي انتم شاطات وقادات وتقدروا كامل ديروها. وبالنسبه للمبتدئات عطيت لكم كاع لي زاستيس باش ديروا المقروط ديالكم. نقول لكم بخياتي لحقنا نهايه الفيديو، نقول لكم تهلاو في روحتكم، تهلاو في ولادكم، تهلاو في ديوركم. نقول لكم الى وصفه اخرى ان شاء الله وروتين اخر ان شاء الله. سلام.